بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه يعني الفريق ديال امل تيزنيت، احنا الان في الطور ديال يعني اكتشاف فريق اللي يمكن يلعب يعني ادوار طلائعيه في بطوله الهواة حرف الف. فلحد الساعه احنا كنشتغلوا، الهم الرئيسي ديالنا هو يعني هو العمود الفقري ديال امل تيزنيت. احنا توصلنا الان اننا الحمد لله وصلنا لواحد تقريبا 30% من اللاعبين الاساسيين اللي يقدروا يعطيو اضافه للفريق، ونتمنى من الله اننا في الايام المقبله اننا نحسموا في اللائحه النهائيه، خصوصا وحنا مقبلين على البطوله، بدايه يعني المشوار ديال البطوله اللي غتكون صعبه وفيها فروق في المستوى وفروق كتنافس من اجل الصعود الى القسم الوطني الثاني، وهذا ماشي سهل، خصوصا وان امل تيزنيت دائما كتلعب يعني على الصعود الى القسم الوطني الثاني، فهي مهمه بالنسبه ليا، ورغم انها صعبه ولكن ليست مستحيله. فكل انسان يعني كيقلب على تحديات، مادام الحياه كلها تحديات، فاحنا ان شاء الله مع المكتب المسير والناس ديال تيزنيت انهم يديروا اليد في اليد، ونحاولوا اننا يعني نخلقوا واحد الفريق اللي منسجم في واحد الوقت ما نقولش وجيز، ولكن رغم الظروف اللي كنقول لك انها صعبه لحد الساعه، ان الملعب غير موجود، ان يعني هناك لاعبين يعني كما قلت لك ان 30% اللي وصلنا لها، ولكن مازال خصنا العمل والعمل كثير. نتمنى من الله اننا نتوفقوا في المستقبل ان شاء الله.